شمعة اشترت البيت وهم اتجهوا إلى مدينة العريش. بعد ما اتجهوا لمدينة العريش اتجهت عزيزة وسعيد وأختهم وأخت سعيد والولدين إسلام وهشام. لما اتجهت للعريش فكروا كمان إن هم يخطفوا واحد جديد. الله، طب ما معاهم 2. ما العملية بقت دلوقتي سهلة. إن أنا بخطف وأسجل والعملية مش بتتكشف. هم كانوا بيحبوا، يعني هي بتحب الولاد قوي كده، خلاص الموضوع بالنسبة لها بقى سهل. عشان ما حدش يقول لها انك انت عقيمة تاني. انا لا، انا معايا انا هيبقى معايا 3 ولاد. طب الولد التالت ده تخطفه ازاي؟ بس غريبة قوي، يعني هي مثلا واحدة ربنا كرمها ب2، فاهم؟ هتخش بقى في التالت وبتاع. ما التالت ده غريبة قوي. التالت ده اللي هيكون محور كشفها. هتخطفه بحيلة. دلوقتي ما حدش هيجي يقول لها ما تولديش ليه، ولا فين الاولاد، ولا نفس الحشرية اللي كانت في الشارع اللي عندها. ما ده بقى انا كنت بسأل فيه، يعني انت ما فيش ضغط بقى عليك تروح قعدتي في العريش لحد هيقول لك فين الولاد وما بتخلفيش وخاوي الواد، فايه اللي خلاها تفكر في واحد تالت؟ بتفكر مثلا ان هي لما ترجع بقى اسكندرية تاني تبقى راجعة ب3 ولاد. يبقى كده هي بتأكد لأهل طليقها ان هي مش عقيمة، ده انا راجعه لكم ب3 ولاد اهو. يبقى المشكلة مش عندي، المشكلة عند ابنكم. ايوه. خططوا في نفس الواقعة، ولكن طبعا دلوقتي مفيش اعراض حمل ولا حاجة. راحت محدش هيجي يسألها انت كنت حامل، انت جايبها منين. راحت مستشفى العريش، لقت ست قاعدة بطفل نفس السيناريو اللي عملته في الواقعة الأولانية. دخلت لها أنا رئيس التمريض هنا واسمي إيمان، وهاتي ابنك برضو أكشف لك عليه عشان ما تاخديش وقت والدنيا زحمة. الكلام ده كان في 92 1992. كان إسلام كده تقريبا عنده 9 سنين. لا كان 83 92 يعني 11 سنة يعني 11. وكان أخوه التاني هشام أصغر منه ب3 سنين. خطفوا طفل بنفس الطريقة ونفس السيناريو وراحوا سجلوه، وسمت الطفل الثالث محمد. ولكن أم محمد هنا ما سكتتش. أم محمد قلبت عليه الدنيا، راحت عملت محضر في الاسم. وطبعا المستشفى قالت لهم احنا أساسا مستشفى العريش ما فيش أي واحدة اسمها إيمان، ولا فيش ممرضة، ولا كان رئيس تمريض اسمه إيمان بنفس المواصفات اللي انت بتقولي عليها. في الفترة دي محمد بقى عندها 3 ولاد. فكرت كمان ان هي تخاوي 3 ولاد خلال اسبوع. طب بس هي دلوقتي مش عايزه ولد بقى. قالت احنا ايه، بتقول لسعيد ان احنا عايزين بنت بقى، عايزين نخاوي 3 ولاد ببنت. طب بدأوا يرسموا سيناريو جديد. هتروح تخطف بنت كمان. هم دلوقتي بيفكروا في سيناريو كمان يخاوي 3 ولاد ببنت بقى. كل ده هي بتعمل سيناريو العودة لاسكندرية. كل ده بتفكر في اللي لما تيجي ترجع، لما ارجع يبقى انا راجع ب3 ولاد وبنت، عشان ما حدش يقول لي لا عايزه تدمرهم نفسيا خالص. لا هاتي بنت بقى لما ترجع بقى تاني للمنطقه، ما تجيبي بنت تخوي ولاد. تعمل حساب بالمره، تعمل سيناريو بقى ايه بالمره، تبقى ايه راجع ب3 ولاد وبنت. في الفتره دي كانت ام محمد في 1992 اللي هو يعني التاريخ اللي هو مش ناسياه. ابنها اتخطب منها وهي كانت شبه يومي في اسم ثالث العريش. كان رئيس المباحث في الوقت ده المقدم هشام الجوهري، وكان الرائد المعاون بتاعه الرائد رضا سويلم. وهو حاليا اللي هو رضا سويلم طبعا كان من اهم الضباط يعني في مكافحة الارهاب في سيناء. وكان معاه اسمه طبعا اسم تقيل جدا. عمر جعفر كان من مفتش مباحث في الوقت ده. عملوا فريق بحث كبير في البلاغ المقدم من السيدة دي اللي هي اتخطف ابنها، لغاية ما جه خلال الأسبوع اللي احنا بنتكلم فيه جات شمعة من اسكندرية، راحت استقرت في منطقة العريش، وتشاء الأقدار إن هي تسكن بجوار عزيزة. شمعة دي اللي هي بعت لها البيت، بعت لهم البيت اللي اشترت منهم البيت من عزيزة. سكنت جنب عزيزة وقالت لها انت الأشكال الأطفال دول جبتيهم منين؟ انت هناك كان معاك ولد والتاني اتفاجئنا بالتاني وده ولد التالت. وبعد كده هي بتقول لها ال3 أشكال ولا فيهم شبه منك ولا فيهم شبه من أبوهم سعيد. فقالت لهم لا دول أولادي، وعادي وارد يكون شبه حد من خوالهم، شبه حد من العيلة. حبت تتوه الموضوع، ولكن القصة ما خلتش على شمعة. شمعة ما كدبتش خبر، ادتها الأمان وراحت عملت
بلاغ عند المقدم هشام الزغبي أخطر قياداته، وطبعا عدة مواصفات شمع عدة مواصفات عزيزة لاسم الشرطة. جابوا محمد قالوا لها إيمان دي اللي جت خطفت منك الطفل مواصفاتها كذا، قالت لهم نفس الملامح وأنا اللي شفتها أعرفها. عملوا فريق بحث ودهموا البيت بتاع عزيزة. عزيزة طبعا بكل هدوء وبرود أعصاب، انتوا جايين عاوزين ايه؟ قالوا لها انت خاطفة 3 أطفال. المفاجأة بقى ان محمد اول ما شافت عزيزة مسكت في خناقها محمد، مش عاوزة طبعا فاكراها طبعا، الذاكرة مش قادرة تنساها. على طريقة فيلم العفاريت اللي كانت بطولته مديحة كامل وكان عمرو دياب وكان يعني ممثلين مشهورين بالظبط. نفس اللي حصل بالظبط، نفس المسلسل الكتعة اللي تم يعني تمثيله في 1990. اعتقد كان هو بيعامل الفيلم ده على نفس السيناريو. مسكت في زمارة رقبتها وحاولت تخنقها بصورة بشعة جدا. الأمن بكل قوة قدر ان هو يفصل عزيزة عن محمد. الطفل ده فين ابني؟ وديتيه فين؟ قالت لها ابنك اهو خديه. هنا اتأكدت خلاص ان هي اللي خاطفة ابنها، واصطحبوا ال3 متهمين عزيزة وسعيد واخت سعيد و3 أطفال أخذوهم على اسم ثالث العريش. وهنا اتحرر محضر ضد ضد عزيزة ومحمود واخته. الشرطة هنا نشرت بيان في الجرايد ان بالصورة بتاعه الطفلين، واحد الاسر تقدم ببيانات بتقول ان هي اسرة هشام، وبالفعل عملوا تحليل DNA وتبين بالفعل ان دي اسرة هشام. فكده احنا معانا الطفلين، اسرة محمد استلمت اسرته واسرة هشام استلمت اسرته، وكده تبقى معانا اسرة اسلام اللي هو التحليل برضو لم يثبت ان دي والدته، ولكن هي كانت مصرة ان ده اسلام ابني. بعد شهر تم احالة المتهمين وصدر ضدهم في محاكمة عاجلة بالسجن المشدد 6 سنين لعزيزة و5 سنين لسعيد واخته. وكده يبقى احنا في خلال الفترة دي في 1992 بعد 6 سنين بالظبط عزيزة هتخرج من السجن بعد 6 سنين من السجن. في خلال الفترة دي في الشهر الأول لمحاكمة عزيزة بعد صدور حكم بسجنها تقدم واحد اسمه جمعة حسين محمد بطلب لاسم الشرطة. قال لهم ان ده اسلام ده ابننا وهو ابني مخطوف، وانا دي نفس المواصفات بتاعت ابني لما اتخطف. لما راح استلم الطفل قالوا لها هو ده ابن واجهوه بيها. قالت له ده ابن جمعة. هي طبعا كانت عاوزة تخلص من القضية عشان محدش يعمل لها قلق بعد الموضوع. بالفعل اسلام يا محمد عاش مع جمعة حسين محمد 22 سنة، ولكن قصة اسلام خلال 22 سنة اللي احنا هنحكي جزء منها تحول الى كارثة تانية. بعد ما اسلام خلاص كبر، والده خد له شقة عنده في البيت، جوزه واحدة من الجيران، وخلف اسلام خلاص ربنا كرمه ببنت سماها ملك. ولكن معاملة جمعة حسين لولده اسلام بدأت تتغير، الحب بدأ يبقى كره، بدأ يعامله بعنف. يعني اسلام بدأ يحس انك انت مش والدي، انت لو والدي مش هتعاملني بالطريقة دي. جمعة برضه محمد عمال يفكر ما ممكن يكون مش والدي، ما ممكن يكون مش ابني. طريقة التفكير والمعاملة اسلام بدأ يحسها. راح اسلام جمعة طرد اسلام ومراته من البيت، وهنا ملك رفعت قضية خلع واتطلقت من اسلام، وساب البيت وراح اتجوز من واحدة تانية. نشأت بينهم قصة حب اللي هي ما زالت مستمرة معاه إلى هذه اللحظة. خلف منها ولدين. جمعة خلال 22 سنة اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هو عاشهم اسلام معاه، لما لقى اسلام اتجوز بعيد عنه التانية راح رفع عليه قضية إنكار نسب. قال له احنا هنعمل تحليل DNA ونشوف انت ابني ولا لا. تخيل عاش معاه 22 سنة
معتقد ان ده والده، ولكن اسلام احساسه الداخلي كان بيقول ان ده مش والده من التصرفات. تعمل تحليل DNA بالفعل، واسلام طبعا بقى العينة اثبتت ان ده غير دي، فبالتالي اسلام دخل في دوامة جديدة. مش ابوه. دخل في دوامة جديدة وساب المنطقة خالص وتوجه الى محافظة القليوبية، احدى المدن محافظة القليوبية، وخد ولاده الاثنين ومراته اللي هي ما زالت موجودة معاه، وعاش في القرية هناك. واسلام دلوقتي بدأ يدور على انا ابن مين. انا مش عارف انا ابن مين. انا الراجل اللي هو قال ان ده يعني ابني 22 سنة عشت معاه، في الاخر قال لي انك انت مش ابني، والتحليل فعلا اثبت. طب انا ابن مين دلوقتي؟ بدأ اسلام يعمل صفحة على الفيسبوك. طبعا كان في الوقت ده محمد صفحة اطفال مفقودة، كانت اشهر الصفحات. ده كان امتى بقى وائل؟ يعني احنا عشان بس الناس ما تتوهش مننا في التوقيتات. الكلام ده تقريبا كان في 2016. تمام. من 2012 ل 2016، واسلام بيدور على اهله في الفترة دي من 2012 ل 2016 على الفيسبوك. اسلام بدأ يدور على السوشيال ميديا. انا ابن مين؟ انا مش عارف يعني ادور على اهلي، انا مش لاقي اهلي. ابويا اتبرى مني او مش اتبرى مني، طلع مش والدي. والصفحة بدأت تنشر بيانات الشاب اسلام بقى. احنا دلوقتي مش بندور على الطفل اسلام، الشاب اسلام اللي هو يعني بيدور على اسرته. اسلام خلال الفترة دي يا محمد عمل 54 تحليل DNA. طبعا كل المتغيب منه طفل من الثمانينات يروح يقول لك ده انا في الفترة دي كان ابني متغيب ونفس المواصفات. اسلام زهق. 54 تحليل DNA كلهم يقولوا ان ده مش هو ابنك او مش هو ابنك. اسلام زهق في الاخر خالص. طب في سؤال يا وائل. ما فكرش ان هو يدور على عزيزة دي؟ هنا لما بعد ال 54 تحليل اللي هو عملهم فكر ان انا يئست. ساب ولاده في القليوبية وراح يدور على عزيزة في اسكندرية. لقاها طبعا ست كبيرة في السن، ويعني كانت مصابة يعني بمرض السرطان. وراح قال لها انا ابن مين؟ جمعة طلع مش والدي. قالت له لا جمعة والدك. قال لها التحليل اهو معايا بيقول ان جمعة مش والدي، انا ابن مين؟ قالت له انت ابني. قال لها التحليل بتاعك بيقول انك انت مش امي برضو. قالت له لا انا امك، انت بتتبرى مني ليه؟ قال لها طب انت الاثنين اللي كنت خطفاهم ما كنت بتقول ان هم اخواتي وطلعوا مش اخواتي. عزيزة محمد بدأت تعمل سيناريو كبير جدا على اسلام. اسلام ما عرفش يعمل ايه. قال لها انا هديكي فرصة تقولي انا ابن مين. انت دلوقتي مصابة بمرض، انا مش عارف هتعيشي امتى، علشان حتى لما تواجهي ربنا يعني يرحمك من اللي انت عملتيه في اسرتي. خلص ضميرك. خلص ضميرك قدام ربنا. انا ابن مين؟ قولي لي انا ابن مين. قلت له طب سيبني دقيقتين. حصلت مواجهة كبيرة جدا بينهم وهي بتنكر ولا انت ابني، لا انت مش امي. قالت له طب سيبني دقيقتين وانا يعني هقول لك انت ابن مين. سابها في الأوضة. اسلام وقف شوية بره، رجع ما لقاهاش موجودة في الأوضة، اختفت. عزيزة اللي كانت أمه كانت قاعدة معاها في الأوضة دلوقتي، طب راحت فين؟ مش لاقيه. بص من الشباك، لا الشباك مفتوح. بص مين؟ لقى عزيزة رمت نفسها لا اله الا الله من الدور الثاني. بص عليها، نزل بسرعة على السلم من الدور الثاني. انت دلوقتي بتودعي. لقاها عايشة؟ لقاها عايشة بتطلع في الروح. قال لها انت خلاص بتطلع في الروح، قولي لي انا ابن مين. انت فاضلك لحظات يا عالم، هتعيشي ولا هتموتي. قولي لي انا ابن مين. انا بقالي سنين مش عارف انا ابن مين دلوقتي. كان هو دخل تقريبا في حاجة و30 سنة. قالت له انت ابني اخر مرة يا عزيزة انا ابن مين. فراحت نطقت اسم محمد فرج الله محمد وراحت ميتة. طيب هنا محمد فرج الله محمد ده ايه؟ ولا قالت له مين محمد فرج الله؟ هو ابوك ولا ده الشخص اللي جابك ليا؟ ولا محمد ايه قصته في الواقعة؟ ولكن محمد فرج الله محمد. ده انت مدخلنا لسه في المجهول بقى دلوقتي. بص نفس الموضوع بالظبط في فيلم الكتعة، وهي بتشاور على بلية والفنانة وهي بتشاور على بنتها. مين فيهم بنتي؟ وهي بتعمل لها كده الكتعة وهي مقتولة بقى وهي بتشاور.
نفس الموضوع ده بالظبط، نفس اللي حصل محمد فرج الله محمد. ودور انت بقى على محمد فرج الله محمد. الله يسامحك يا تفاصيل عزيزي. غريبة جدا. إسلام إلى هذه اللحظة ما وصلش الحل. إسلام بدأ يستخدم السوشيال ميديا، ولكن إسلام عزيزة ماتت بسرها، وإسلام أصبح يعني مش عارف هو ابن مين، وحائر إن أنا ابن مين، وبكده يعني قصة إسلام تكون يعني معانا يعني ما زالت مكملة، لعل وعسى من خلال بودكاست الأشقية والصور اللي احنا بنعرضها هنا يكون إسلام أو حد من أسرة إسلام يكون عرف القصة من بدايتها اللي احنا شرحناها من 1980، من بداية الخطف إلى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها عن تفاصيل خطف إسلام والسيناريوهات اللي اتعملت. لعل وعسى حد يسمع البودكاست والحلقة بتاعتنا إن شاء الله يعني. نكون سبب في الوصول لأسرة إسلام. طب كان في حاجة أولا، إحنا كنت أنت بتدردش معايا كده، قلت لي إن هي على فكرة كان في اتهامات ليها في محاضر تغيب أطفال تاني غير 3 ولا 4 اللي هم كان معهم الموضوع. بص، هي اتقدم ضدها 43 بلاغ خطف أطفال. 43 بلاغ خطف، ولكن اللي ثبت أخيرا إن هم 3 حالات خطف بس اللي احنا اللي كانوا عايشين معاها، اللي هم عايشين معاها، اللي هو إسلام وهشام ومحمد.